قول كده امام الظروف الصعبة: انت معايا فمش هخاف. من ايه اخاف؟ انت معايا فبكرة احسن من النهاردة. انت معايا فانا منتصر. مش وعودك. الصوت يطمن لكن شخصه يحملك. لا تخف انا معك. والوعد اللي بعديه: لا تتلفت لاني ايه؟ الهك. يعني ايه الهك؟ يعني الاله القدير، يعني ملك الملوك ورب الارباب. لا تخف لاني معك، لا تتلفت لاني الهك. ويديك حبه حاجات كده يطمنك: قد ايدتك، اعنتك، عضدتك بيمين بري. ده ليك الكلام ده ليكي. عايز تعرف ايه اللي في قلب ربنا ليك؟ اللي في قلب ربنا ليك كتير قوي قوي قوي. بيقول لك انا فرحان بيك، بيقول لك انا بذراعي بجمعك وفي حضني بحملك وبقودك. عايز تعرف ايه اللي في قلبي ليك؟ نداء رهيب: ما تخافش، انا ماشي معاك، انا جواك وانت جوايا، محدش يقدر عليك. يعني ايه اللي يقدر عليك؟ يعني انت هتمشي فوق المرتفعات، فوق الضيقات، فوق الاعواز، فوق الاحتياجات. تضحك على الظروف، تضحك على السنين. مين يا عم اللي مديك الثقه دي؟ الهي. لو عايز الامور تتبدل هتقول له هيبدلها. يعني ايه الكلام ده؟ بيجيبه منين؟ ما بيقول: إذ صرت عزيزا في عيني مكرما وانا قد احببتك اعطي اناسا عوضك وشعوبا عوض نفسك. قد كده انت غالي. يعني يضحي بناس عشانك. ده اللي في قلبه ليك. تخيل انت ما ترفض قلبه ده الحاجات اللي في قلبه ليك. واجه بقى، واجه الظروف لوحدك، واجه الخطايا هتمرمطك، واجه الاحزان، واجه قلة. تقول لي الدنيا صعبة، اسمع الصوت يقول لك: لا تهتموا بشيء. كلمة تهتموا يعني ما تتهمش، بل في كل شيء بالصلاة والدعاء مع الشكر لتعلم طلباتكم لدى الله. لتعلم ايه؟ طلباتكم لدى الله، الطلبات بتاعتك. وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وافكاركم في المسيح يسوع. فيليب 4:6 دي فيها كل حاجة، كل حاجة. يقول لك ما تبقاش زي الناس، ماذا ناكل، ماذا نشرب، ماذا نلبس. الدنيا عباره عن كده. ما الناس كلها بتحكي كده: الدولار غلي، طب هنشتري ازاي؟ طب ده هيشتروا ازاي؟ يعمل ايه؟ عشان نعمل ايه؟ نجيب اكل ونجيب شرب ونجيب لبس. حضرتك محتاج ايه؟ اكل واشرب والبس واتجوز واتفسح واعمل شغل حلو قوي قوي عظيم. يقول لك بص، ابوكم، ركز معايا، ابوكم يعلم انكم تحتاجون الى هذه. هو بيصرخ بيقول لك كده، يقول لك انا ابوك عارف. يعمل ايه؟ قال بس التفت ليا، اطلبوا اولا ملكوت الله وبره. وايه هذه؟ خلي بالك الكلمه اللي بعديها هذه ايه؟ كلها. يعني ايه كلها؟ يعني جواز، يعني شغل، يعني عربيه، يعني فسحه، يعني فلوس في جيبك، يعني تحوش. كلها تزاد ليك فوق البيعه. حد مصدق؟ اللي صدق عاش، واللي ما صدقش خليك. انا جيت احكي لك النهارده عن نقطه بسيطه عن قلب الله ليك. قلب ربنا ليك بيفكر فيك ازاي. عشان كده احبائي في النهايه خد قرار. في فريقين، في فريق مش مصدق شغل راسه وما يحب يهيص خش في الخطايا، وما يحب يبسط نفسه، وما يحب مش عارفه ايه من ايه، وعايش الدنيا بحلوها ومرها
بيفكر وعايش الدنيا وبيفكر زي الناس، وما يقعدوا الناس يتناقشوا يقولوا الدنيا سودة، يقول لهم اسود واسود، الدنيا منيله، الدنيا الواقع وحش، دول ناس غلط. والمسيح واقف بيشاور له يقول له انا اهو موجود، هبدل واقع بتاعك لان انا جوايا قدره غير عاديه، اله قدير. تقول له يا عم بقى بلاش دماغك، انت بتاع الكنيسه، انا لما احب اروح لك يوم الاحد احضر قداس وخلاص، خليك في حالك، انت بتاع الروحيات. مين قال لك؟ مسيح ده بتاع العالم كله، يعني يستطيع ان يبدل عيشتك من الاول للاخر، هو بتاع كله، هو عارفك، عارف راسك، عارف مشاعرك، عارف احتياجاتك. صدق. مين اللي اوهمك ان المسيح بس جوه هنا؟ مسيح النفس اللي بنتنفسه ولا بنتحرك بيه، من قبلوه انتقلت حياتهم. والشيطان يقول له ياك تصدق، ده اللي بيعملوه دول الناس المزيتين، المسيحيين دول اللي ما هتبقى ولا تتفسح ولا تروح ولا تيجي ولا تعب، خليك تعالى اشقى. وانا ما بقولكش مش هتتعب، هتتعب بس هيديك فكر مستنير. وانا بقول لك كنت قاعد كده يعني على حيلك ويجيب لك، لا، هيديك افكار واجتهاد وفرح، ويديك الابواب اللي تتفتح، هو عارف يعمل ايه وانت فيش. انت دماغك ايه؟ خليك انت حر، خليك قاعد. ناس تانية واقفين هنا صدقوا ايه ده؟ يوجد لنا اله قدير، يوجد لنا مخلص، يوجد لنا محب البشر الصالح، يوجد لنا يسوع صاحب القلب اللي يمنح لنا كل حاجة. أنا مصدقك، أنا مصدقك، أنا متكل عليك، أنا وثقت في قلبك، وثقت في مشاعرك تجاهي، وثقت في وعودك، وثقت فيك. أنا يا رب بقبل قيادتك. دول بس للأسف هم قليلين اللي قبلوه، مبسوطين، عندهم معجزات كل يوم،